مرحباً بك في بودكاست لنتحدث عن ذلك، الذي تقدمه منصة لها. منصة إلكترونية مفتوحة، حيث يمكن للفتيات المراهقات والنساء الحصول على معلومات عن صحتهن وسلامتهن وعافيتهن. محتوانا مبني على المعرفة العلمية لأغراض التعليم فقط، ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن العلاج أو الاستشارة المتخصصة. اسمي فرح، وأنا هنا لأتحدث معك عن الموافقة على العلاقة الجنسية وما تعنيه بالنسبة لعلاقتك أو في حالتك. ماذا تعني الموافقة على العلاقة الجنسية بالنسبة للفتيات؟ يجب أن تعرفي أن هناك قوانين تحدد السن القانوني لهذه الموافقة، أي العمر الذي يجب أن يبلغه الشخص كي يحق له إعطاء الموافقة على ممارسة الجنس. وتختلف هذه القوانين بين بلد وآخر وبين منطقة وأخرى، وهي توضع لحماية القاصرين، وهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من الأشخاص الأكبر سناً البالغين الذين يضغطون عليهم أو يجبرونهم على ممارسة أفعال جنسية. فحتى لو أعطت الفتاة الإذن بممارسة الجنس مع شخص بالغ وأدركت أنها غير مرتاحة لذلك، فإن هذا لا يعني الموافقة إطلاقاً، والفتاة لا تخضع للمساءلة أبداً. وإعطاؤها الإذن لا يعفي البالغ أو المراهق مطلقاً من تحمل المسؤولية الكاملة عن العلاقة، ومسؤولية تحديد العلاقة مع أطفال أو يافعين تقع دوماً على عاتق الشخص البالغ. ماذا لو كانت الفتاة متزوجة؟ إذا كانت الفتاة دون السن القانوني لإعطاء الموافقة، لا تكون ممارسة الجنس بالتراضي ويجب اعتبارها اغتصاباً. ولكن إنه في بلدان عديدة هناك قوانين تبيح للبالغين ممارسة الجنس وإقامة علاقة جنسية مع طفلة دون سن الرشد إذا حصل ذلك ضمن إطار الزواج. ولكن من حق الفتيات المتزوجات رفض النشاط الجنسي لأي سبب، بما في ذلك الشعور بعدم الارتياح أو عدم الاستعداد أو عدم الرغبة في الحمل. تذكري، من حقك أن ترفضي أي نوع من الممارسة الجنسية، حتى لو وافقت بداية على ممارسة الجنس ثم غيرت رأيك بعد ذلك. الموافقة على العلاقة الجنسية تعني أن تقولي نعم، وأي نشاط جنسي بدون هذه الموافقة هو اعتداء جنسي وخارج عن القانون. إذا كان لديك أسئلة أخرى أو ترغبين بالتحدث إلى شخص ما، يمكنك زيارة لها.org للتواصل مع مقدم الخدمات عبر زر البحث عن الخدمات أو استكشاف المزيد من المواضيع باستخدام وظيفة البحث.